مساكم الله بالخير اخواني وخواتي، معاكم علي العبيدلي، هاوي رصد وتصوير فلكي من سماء الكويت. انا مصور فلكي واهتم بواية الفلك ونشر المحتوى العربي بالفلك وما يخصه. انا من عشاق الفلك من يوم انا كنت صغير. الوالدة الله يذكرها بالخير خذتني المركز العلمي في يوم اتوقع قبل 15 سنة يمكن، وشرت لي تلسكوب متواضع صغير، ومع السنين نسيته وهديته وطلعت درست، والوالدة طلعت درست والوالد طلع درس، ورديت الكويت لقيته مغبر، كسر خاطري، قلت أنا اليوم بشتري لي تلسكوب وبرد بهالمجال هذا. هالكلام تقريبا قبل 3 سنين عندما رديت وتخرجت من الجامعة. اشتريت تلسكوب كان فوق مستواي، ثقيل، بالغصب أشيله وأحطه، وخذيته وياي بر الصبية. كانت وياي أختي الصغيرة، ركبنا التلسكوب وقعدنا نحاول فيه 3-4 ساعات لين شفنا كوكب زحل. ومن أول ما شفته وأنا خلاص على قولتهم أدمنت الهواية. شعور ما ينوصف. أول مرة شفت فيه كوكب زحل تشوفه كأنه ستيكر بالسماء، ما تحس إنه صج من كثر ما هو أول شيء لامع، ثاني شيء حاد، لأن مثل ما قلت لكم التلسكوب أصلا كان فوق مستواي. شفته بتلسكوب المبتدئ المفروض إنه ما يشوفه فيه، فقشعر جسمي أول مرة شفته. وناديت أختي من بعيد، مسكينة اخترعت على بالها إنه يمكن عقرب ولا حية يت وقلت لها تعالي شوفي. ونفس الشعور انتقل حق أختي اللي كانت وياي. رديت البيت ليلتها، قعدت من الساعة 12 بالليل للساعة 7 الصبح أسوي سيرش شلون أقدر أصور صورة أقدر أعطي هالشعور حق باقي الناس من خلالها. واكتشفت الكاميرات وشفت ان العالم كبير وواسع، وشوي شوي سلة المشتريات بدأت تكبر وتكبر. واذكر اللحظة اللي قلت حق اختي فيها خلاص انا بشتري، وحطيت بليس اوردر. وراها باسبوعين وصلتني كاميرا فلكية صغيرة، شيء متواضع، صورت فيها كوكب زحل اول مرة بشكل مرتب، ونشرت الصورة. طبعا التوقيع كان هالكبر، كل شيء كان يعني مو بالمستوى اللي افتخر فيه الحين، ولكن البدايات الحلوة كانت قبل 3 سنين بعد ما طلعت برا الصبية ويا اختي الصغيرة. والله هو بالتصوير الفلكي في جائزة، او مو جائزة، خلينا نقول تقدير، ياخذ المصور الفلكي من وكالة ناسا الامريكية. انا لين الحين ما خذيت هالشيء، بس هذا يمكن اكثر شيء اطمح له. ولكن الصورة، في صورة لسديم ترفد حطيتها بموقع اسمه أستروبن، هو موقع مختص بالتصوير الفلكي، واللجان اللي تقيم الصورة لجان مكونة من مصورين فلكيين. ووصلت المرحلة القبل الأخيرة اللي هي التوبيك، قبل لا تاخذ Image of the Day. هذه أكثر صورة يمكن أخذت عليها تقدير من المجتمع الفلكي، وكذلك نشرتها في مجلة سكاي نايت اللي هي مجلة مسؤولين عنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للنشر. هي مجلة BBC، ولكن هم اللي يترجمونها في العربي، وهم اللي مسؤولين عن سكشن عندهم خاص حق المصورين الفلكيين العرب. هذه يمكن أكثر صورة أنا فخور فيها لليوم. أكثر سؤال يمكن يسألوني إياه الناس، شلون أطلع صورة نفس هذه؟ وأكثر شيء أنا لين الحين مو عارف شلون أشرحها حق المتابعين. الصورة مو بس وجه تلسكوبك وكابتشر، لا، الصورة تحتاج تعريض طويل، وتحتاج سهر وطلعة لمكان بعيد. بعض الصور تحتاج 2-3 علشان تقدر تطلعها. الصورة عبارة عن شنو؟ عبارة عن لقطات مكدسة على بعضها. على سبيل المثال الصورة اللي كلمتكم عنها قبل شوي، أنا ما أذكر كم لقطة كانت بالضبط، ولكن كانت يمكن أكثر من 2-3 ساعات. هذا بس علشان أصور اللوميننس، الإضاءة من الهدف. بعدين أحول الفلتر إلى الألوان، الRGB، الأحمر والأخضر والأزرق. هم بعد هذول أخذ كمية لقطات كل واحدة 2-3 وأكدسهم على بعض. بالنهاية تطلع عندي صورة لوميننس، إضاءة، صورة حمراء، صورة خضراء، صورة زرقاء. لما أحطهم كلهم على بعض تطلع الصورة بالألوان الواقعية الصجية. وبعدين عندك المعالجة اللي بعد هذا كله، اللي هي الكالر كالبريشن، تعديل الألوان بشكل علمي. تصوير الفلكي مو بس فني، هم بعد في جانب علمي. النجمة إذا كان لونها غلط أنت قاعد تبين حق الناس عمر النجمة بشكل مختلف، لأن النجمة كل ما كانت قريبة من الأحمر كل ما كان عمرها أكبر. فمثلا إذا النجمة عندي مزورقة وهي المفروض تكون حمراء، هذا خطأ علمي بالصورة، والمجتمع الفلكي يحكم عليك إذا صورتك مو معدلها بشكل علمي وبشكل مرتب وبشكل خفيف. فعقب ما أسوي هذا كله عندنا مشكلة النويز. لا تنسون إن إحنا قاعد نصور أشياء خافتة حيل،
وكل ما كانت الإضاءة نازلة كل ما زاد النويز بالصورة أو الإزعاج اللي بالصورة. وعلشان كذي احنا نصور أكثر من لقطة، لأن وقت التكديس سيجنال أو الانبعاث الضوئي من الهدف لما يوصلنا مع التكديس يبتدي يبرز فوق مستوى النويز. كل ما خذيت لقطات أكثر كل ما السيجنال زاد وياي. فعندنا موضوع النويز اللي لازم نعدله في البوست أو في المعالجة بعد التصوير. بعد هذا كله تضغط بوست على الانستغرام ولا على المواقع اللي احنا ننشر فيها وترتاح نفسيا. وبعدين يجيلك واحد يقول لك انت كذاب وكالة ناسا قاعد تقص عليك وانت قاعد تنشر الكفر. فهم بعد في سؤال دائما يسألوني اياه اللي هو ليش النجمة هذه مثلا لونها احمر والنجمة هذه لونها ازرق؟ طبعا احنا دائما نقول النجم اللي لونه ازرق يكون نجم جديد، والنجوم كذلك شمسنا تعتبر نجم لها عمر ووقود نووي كذلك. الوقود النووي هو مادة الهيدروجين داخل النجم. النجم ليش يشع؟ لأنه يصير فيه عملية دمج نووي، يعني تاخذ الهيدروجين أو الهيدروجينة تدمجهم ويا بعض يصير عندك مادة اسمها الهيليوم. لما يصير هذا الاندماج يصير فيه انبعاث أو يصدر انرجي، طاقة. هذه الطاقة اللي انتم تشوفونها كل يوم الصبح لما تشرق الشمس. لما يخلص هالأكسجين هذا اللي داخل النجم يبتدي يكبر. الحين الهيليوم نفسه يبتدي يندمج ويا بعضه، بعدين المادة اللي تطلع من هالاندماج تندمج ويا بعضها لين نوصل حق مادة الحديد. هني النجم خلاص يقولون إنه نفذ وقوده النووي، يبتدي يكبر ويكبر ويكبر، يوصل مرحلة إن جاذبيته ما تمسكه. النجم ليش دائري؟ لأن جاذبيته ماسكته من كل صوب، والاندماج النووي يدز الصوب الثاني، فتوصل مرحلة الجاذبية تتغلب على الطاقة النووية اللي فيها اللي في النجم نفسه، ينكمش يا إنه ينفجر. إذا كان ضخم احتمالية إنه يتكون منه ثقب أسود تكبر، يعني يا إنه ينكمش على نفسه أو إنه يصير ثقب أسود أو إنه ينفجر في سوبر نوفا. الشمس طبعا راح تنتهي في يوم من الأيام، وهذا يعني شيء على قولتهم inevitable، يعني راح يصير. السديم عبارة عن غبار كوني يكون مشع أو عاكس. السديم العاكس يعكس ضوء النجوم اللي دار مداره، فإذا النجمة زرقاء تشوف إن السديم فيه لون أزرق، إذا النجمة حمراء يمكن أو صفراء تشوف إن السديم فيه لون أصفر أو أحمر. هذا السديم العاكس هو غبار كوني متبعثر في منطقة معينة في الكون ويعكس ألوان النجوم اللي دار مداره. النوع الثاني من السدم اللي هو السدم المشعة. السدم المشعة مثل سديم الجبار، من أشهر السدم بالسماء، تشع من نفسها، ما تحتاج أنها تعكس ضوء النجوم اللي دار مدارها. النجم يسبب تأين بالمادة اللي يتكون منها السديم، وغالبا تكون مادة الهيدروجين، هو أكثر إشعاع إحنا نشوفها بالفضاء. فالسديم من نفسه يشع، وهذا هم بعد له طريقة معينة بالتصوير يسمونها تقنية النطاق الضيق. تصور إشعاع الهيدروجين، إذا كان السديم مكون من هيدروجين متأين أو أكسجين متأين، أنت تحط فلاتر الأكسجين وفلاتر الهيدروجين قدام الكاميرا الفلكية وتلتقط هذا الإشعاع اللي يبعثه السديم من نفسه. هذه السدم غالباً تكون نتيجة سوبر نوفا أو نجم منفجر أو نجم قاعد يتخلص من كتلته لأنه وصل آخر عمره، وإحنا دائماً ندور السدم اللي ما حد يقدر يصور. غالباً لما نطلع إحنا ندور الأماكن اللي تكون قليلة في التلوث الضوئي. إحنا هني داخل المدينة ما نقدر نصور السدم هذه، أو نقدر نصورها بس التلوث الضوئي اللي دار مدارنا ما راح يعطينا النتيجة اللي ترضينا، فنطلع أماكن تكون قليلة في التلوث الضوئي. يعني بالكويت ما في إلا يمكن مكانين للأسف. الكويت لأنها دولة صغيرة بس، ونركز على هدف واحد بالنهاية. ما راح نركز على أكثر من هدف علشان لا نتشتت. بعض الأحيان بلا، بس نركز على هدف واحد وعلى حسب الهدف. إذا الهدف خافت ويحتاج تعريض طويل عادي نقعد 2-3 بس نصور فيه، أو إذا كان الهدف ساطع مثل سديم الجبار تقدر تطلع بصورة حلوة بيوم. أما تصوير الكواكب، تصوير القمر، لا نقدر يعني نمارسه داخل المدينة، لأن الأجرام هذه تكون ساطعة وما تحتاج أماكن قليلة في التلوث الضوئي. والله مرات يسوون لنا مشاكل. على سبيل المثال أنا عندي قاعدة استوائية ما دخلوها، تميت أراجعهم يمكن أسبوعين بس عشان أقنعهم أن هي مو بس أداة فلكية، هي قاعدة تتبع اللي ينحط عليها التلسكوب
اللي انا اصلا شاريه من داخل الكويت يعني. فالشخص اللي ما عنده علم بهالامور اكيد راح يشك، خصوصا اذا مكتوب على الفاتوره استرونوميكال ولا شيء فلكي، راح يقولون لا هذا الاشياء تحتاج تصريح. بس هذه يمكن المشكله الوحيده اللي انا واجهتها. بس باقي زملائي اتوقع واجهوا مشاكل مع الجمارك، بس بالنهايه ماكو شيء طلبته وما دش. ومن جهات الدوله عندنا يمكن بس مؤسسه الكويت للتقدم العلمي، واخوي محمد العبيدي هو اكثر واحد مهتم بهالمجال بالمؤسسه، ودائما كان يسوي رحلات حق الجمهور وحق الناس اللي عندها يعني فضول بهالمجال. كان يسوي رحلات وهو مع المؤسسة وكانوا يدعمونه. الحين اتوقع وقفوا، بس شنو الاسباب ما ادري. بس يعني هذه يمكن الجهة الوحيدة اللي انا شفت تدعم المجال. وهم بعد عندنا المركز العلمي والنادي العلمي، انا امانة ما تعاملت وياهم، انا شغلي كله منفرد. ولكن انا شفت ان في ناس مبلى يدعمونهم هالجهات هذه. امانة احنا يعني جروب صغير، وما تعرفنا على بعض إلا لما دشينا بالهواية، وبعضنا اشترى معدات ما يحتاجها، وبعضنا قط فلوس وهو ما يدري. فأنا أنصح أي واحد يبي يدش الهواية هذه يبحث ويحدد هدفه بالهواية. تبي تصور كواكب، في تلسكوب أفضل من غيره. تبي تصور سدم أو خلينا نقول الأجرام العميقة في السماء مثل السدم والمجرات، في أشياء لازم تركز عليها أكثر من أمور ثانية. ما أروح أشتري أي تلسكوب لأن في تلسكوب مختص حق الرصد بالعين، مو هذا اللي راح تاخذه حق التصوير الفلكي. في كاميرا تتميز بتصوير الكواكب، في كاميرا تتميز بتصوير السدم والمجرات. فما أروح أدش الهواية قبل لا يعني أسوي الريسيرش هذا. إذا قررت شنو تبي تسوي وشريت التلسكوب، هني عاد تبتدي مرحلة البحث، وهذا بحر ما حد فينا وصل يمكن 30% من الأمور اللي لازم يتعلمها. أنا أنصح أي أحد أول شيء يسويه يبحث بالمعدات اللي يحتاجها، ثاني شيء يبحث باستخدام المعدات اللي يحتاجها، وثالث شيء يحدد أهدافه. بعدين يتواصل مع الناس اللي أوريدي داشين المجال، أوريدي قاعد يمارسون الهواية، وهني يتكون كوميونتي صغير مثل اللي عندنا الحمد لله. أنا وأخوي خالد سند، أحمد القلاف، عبد الله الحربي طبعا هو الوحيد اللي أخذ تقدير من ناسا من عنده يعني من بيننا. كذي تعرفنا على بعض، كل واحد دش ما يدري شنو قاعد يسوي، شوي شوي تعلمنا ويا بعض لين وصلنا للمستوى اللي احنا الحين فيه. انت تقدر تصور صور فلكية بكاميرا وبعدسة عاديين، ما تحتاج تلسكوب. على سبيل المثال وقت الصيف تقدر تصور درب التبانة مجرتنا بكاميرا وبلنز، تحتاج شيء يمكن يكون الابتشر ماله واسع، بس تقدر تصور أمور بسيطة نفس هذه. فأنا أنصح أي أحد يبي يبتدي الهواية هذه يبتدي بكاميرته، ويبتدي بأوسع لنز عنده، يعني يكون f1.8 ل f2.8، وياخذ له قاعدة فلكية، قاعدة تتبع، ويبلش. لأن إذا بدأ بهالمعدات البسيطة وتعلم عليها، باكر لما يشتري تلسكوب مختص، لما يشتري كاميرا فلكية مختصة، هو أوريدي يكون عنده المفاهيم اللي هو يحتاجها. شنو يعني لونج اكسبوجر، شنو يعني وايد ابيتشر، شنو يعني ستار تراكينج، الامور هذه. ما انصح ان تشتري تلسكوب على طول، لا، اذا عندك كاميرا وعدسه زينه ابتدي صور. انا يمكن عندي صوره حق سحابه رو اوفيوتشي صورتها السنه اللي طافت بكاميرا عاديه وبعدسه عاديه 135 ملم، صورتها على f2.8. بس الفرق الوحيد اني كنت حاط السيت اب هذا على قاعدة تتبع. طبعا التصوير الفلكي مو بس الصور اللي انا اصورها، في انواع ثانية من التصوير الفلكي. في ناس مختصة بتصوير الشمس، عندنا اخونا عبد المحسن الريش ما شاء الله عليه، يمكن احسن واحد فينا بتصوير الشمس، له معداته الخاصة، تقنياته الخاصة، وبين فترة وفترة يصير في تفاعل داخل الشمس، دائما هو اللي وثقه. وعندنا هم بعد تصوير الكواكب، هذا يختلف عن تصوير السدم والمجرات، يحتاج مثل ما قلنا معدات أخرى. هذا مجال في ناس تتعمق فيه أكثر من مثل ما في التصوير العادي، البورتريه واللاندسكيب والأمور هذه. كذلك التصوير الفلكي له خلينا نقول السب كاتيجوريز مالته. لا الشمس لأنه أقرب نجم بالنسبة حق موقعنا بالكرة الأرضية. وهم بعد أنا ودي أقول حق أي أحد سمع الكلام لا يوجه تلسكوبه حق اتجاه الشمس، لأن هذا يمكن أخطر شيء ممكن تسوي، تنعمي.
هي لأن التلسكوب يركز ضوء الشمس بنقطة صغيرة، فيصير كأنه يعني عادي تحط كبريته قدامه يولع. إحنا في فلاتر مختصة تستخدمها. أكثر مقطع انتشر لي هو كان مقطع حق تصوير القمر الأزرق. هو القمر وقتها كان شكله الظاهري أكبر، وكان ألمع من العادة، وصورته بسطح بيتنا وحطيت الفيديو على الانستغرام وعلى التيك توك، والحمد لله يعني هو اللي طلع اسمي، يعني وصل فوق 10 مليون على المنصتين. فهذه يمكن أكثر صورة الناس شافوها. مو أصعب صورة صورتها بحياتي، ولكن هي اللي الناس تفاعلت معاها يعني بشكل كبير. كان حدث فلكي متداول في الإعلام.